محمد سيد الأرب والأدب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، وقفت أمامكم لأقدمكم هذه المقالة مهمة لمجتمعين اليوم، وهي العلم وأهميته في الإسلام. أولاً، ما معنى العلم يا جماعة؟ العلم هو معرفة ما كفى منك، وظهور ما استتر عنك، وخروجك من ظلماته إلى نوره. فالعلم يا أخي هو أصل كل خير، ولا يخفى هذا على كل آخر. فالعلم يا أخي هو أول ما أنزل الله تعالى على نبينا الكريم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم تقلبكم ومثواكم. اطلبوا العلم ولو بالسر. وقوله أيضا: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم. وقوله أيضا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو مهيبا، ولا تكن خامسا فتهلك. وقال الإمام علي رضي الله عنه: ولينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعلم، وإن العلم حي لا يزال. وقوله أيضا: ما الفخر إلا لأهل العلم عندهم، على الهدى لمن استهدى لله، وغير كل امرئ ما كان يحسن، الجاهلون لأهل العلم أعداء. وقال بعدهم: الجاهلون موتى قبل موتهم، والعالمون وإن ماتوا فأحياء. فعليك إذن أيها اللبيب الآثم، بعد أن عرفت فضل العلم عند الله ورسوله وهؤلاء الحكماء وفضل صاحبهم، وعرفت نفس الجهل عندهم ونفس صاحبه، أن تبذل جهدك في طلب العلم كله لتنجح في الدنيا والآخرة. هذا ما عندي، ولله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talibai. Na sani a gaban ku don kuma don gabatar da na yi magana a kan ilimi da muhimmancin shi, wanda ayoyi da dama sun yi magana a kan ilimi, da kuma hadisan manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi, inda yake cewa: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Idan tana kusa ta gabatar saboda wannan aiki, a raye shi a takaice saboda babu lokaci.